مساء الخير جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. مساء الخير على جمهور النادي الأهلي العظيم الكبير. اللعيبة لا مساء ولا خير عليكم، انتوا لا تستحقوا دعم جمهوركم بمنتهى الوضوح. انتوا لا تستحقوا دعم جمهور النادي الأهلي، انتوا ما تستحقوش كل الجماهير العظيمة دي، ما تستحقوش ملايين المشجعين ولا ملايين الفلوس. انتوا فضحتونا بمنتهى الوضوح، فضحتونا تاني مع سان داونز. انت تقريبا 80% من التشكيل كان هو. انتوا نفس اللعيبه اللي فضحتنا قبل كده وما اتكسفتش، وفضحتنا تاني وما اتكسفتش، وما حصلش عندكم يعني انتوا رايحين تتغلبوا من سان داونز 5 تاني. يعني انا بصراحه مش عارفه. هبتدي الاول بالجانب الفني لكولر. كولر مدرب عنده فكر، ماشي رائع، عنده فكر فعلا، مدرب عنده شويه افكار مش عارف يوظفها. هل اللعيبه مش بامكانيات الجيده اللي تساعده؟ طب ماشي، انت عندك دي القماشه اللي عندك، انت مش عارف تطبق في الفتره دي افكارك الفظيعه يا عم الخياليه. خلاص انت مدرب، حضرتك تقدر تطبق بمستوى اللعيبه اللي موجوده فكر اخر. ما انت مش ممكن مدرب عندك فكر واحد، عندك مجموعه من الافكار، مجموعه من الخطط، مجموعه من ال ال الدوافع، مجموعه من حاجات كتير. غيرها يا عم، اللعيبه مش مساعداك على افكارك الفظيعه، غير الافكار دي على ارض الواقع. انما انت النهارده مش عارف تكسب اي فريق بيلعب كوره كويسه. حضرتك احنا مش جايبينك علشان تبقى يعني بتقدم لنا مباراه شرفيه، احنا جايبين مدرب لبطولات. احنا مش انا ما يهم يعني ايه لعبت كويس قدام ريال مدريد وكسبت واتغلبت، ولعبت قدام فلامينجو واتغلبت، ولعبت مش عارفه قدام سان داونز ايه يا ايه يا كولر؟ احنا مش بنعمل مباريات تكريم حضرتك، احنا مش هيتكتب في السي في بتاعنا ان احنا لعبنا وما كسبناش. احنا اصلا النهارده انت اصلا ما كسبتش، انك ما لعبتش. انت يعني ايه لعيبه الاهلي تبقى نازله خايفه من فريق سان داونز؟ انا مش عارفه افهم بصراحه. انت قدرت تتحكم في الماتش تحديدا في الدقيقه من 60 او 55، ابتديت تتحكم في الماتش وابتديت تلعب. عندك فرصه، نزل كهربا، نزل مروان كان عالي جدا الماتش اللي فات. وكان لما تعب شويه وكان المفروض يتغير فمستواه قل، ما غيرتوش. جيت رحت معاقبه الماتش ده ما نزلتوش. انت شايف ان ديانج ضايع، مش شايف فتحي، مش شايف الاثنين، مش شايفين يعني ايه ملعب، مش شايفين يعني ايه كوره. خلاص ديانج يقعد، ما يقعدش دكه، ديانج يقعد اصلا يعني اخره يتمرن يتدرب منفرد. يعني انت مش شايف كل ده يا كولر معانا؟ بدأت الشوط الثاني متحكم. طيب ما ايه كهربا ما ينزلش ليه؟ يعني انا مش فاهمه. كهربا تنزله اخر 10 دقايق، عايز منه يعمل لك ايه في اخر 10 دقايق؟ القصه لها يعني دفاع عن كهربا ولا حاجه، بس القصه انا عندي لاعب ممكن استفيد منه، ما استفدش منه ليه؟ يعني ديانج يقعد، خلاص ديانج لازم يلعب، لازم يتعاقب، لازم يلعب منفرد. طبعا كل اللعيبه لازم تتعاقب. كل الدنيا شايفين سواء معلقين او نقاد او جمهور شايف ان في نقط ضعف كبيره جدا جدا عند فريق سان داونز، الدفاع والحارس. لو ضغطت عليهم تجيب اجوال، حضرتك لا بتضغط ولا لعيبتك بتضغط ولا بتقول للعيبتك اضغطوا. اخطاء كارثيه على في الدفاع والوسط. اللعيبه بيقعدوا في الدفاع عندنا يتبادلوا الكوره قدام المرمى وتتقطع منهم، يعملوها تاني تتقطع منهم، يعملوها تالت، يعملوها رابع. طب انت بتتكلمش من بره ليه؟ تقول لهمش لا ليه؟ فوق انتوا بتلعبوا للنادي الاهلي، تقول لهمش اصلا ازاي كل كوره تتقطع منهم. الشناوي بيتفرج زيه زينا على الجول الثالث، يعني الحقيقه احنا بنتفرج وهو بيتفرج معانا. حتى الشناوي الكابتن الفرقه ما بيتكلمش، ياسر ابراهيم ما شاء الله تفرغ لانه يتكلم بس، يعني طول الماتش عمال يزعل زمايله، وكل الاخطاء والكوارث من عندك يا ياسر على فكره. وكل كوره انت عمال تزعل ده وتزعل ده وتزعل، يا عم تخليك في نفسك. حمدي فتحي مش طايق نفسه ولا طايق الحكم ولا طايق حد خالص. في ايه؟ مش هتكلم على تحكيم النهارده، حتى لو كان فيك ليك ضربه جزاء او 2، انت وصلت للمرمى كذا مره، انت حطيت جونين، انت في اخر بس 5 دقايق انت كان ممكن تبقى تعدل النتيجه قبل الدقيقه 90، تبقى 4، تبقى 5-4 وتحاول تجيب الخامس تبقى تتعادل 5. عيب يا لعيبه النادي الاهلي. وطبعا عادي جدا، وهنلاقيكم طبعا منزلين ستوري عادي جدا جدا وبتتكلموا وبتهزروا صوركم ده مع خطيبته وده مع مراته وده مع حبيبته وده مش عارفه ايه.
انا بقول اهو لجمهور النادي الاهلي اللي تلاقوه فيهم من اللعيبه دي اللي المفروض عينهم تبقى في الارض كده قدام جمهور النادي، قدام جمهور النادي الاهلي بس مش اي جمهور طبعا، قدام جمهور النادي الاهلي تفضلوا كده عينكم في الارض لحد ما تحسنوا نتائجكم. اللي يلاقي حد فيهم فعلا منزل حاجه على حسابه فعلا لازم الناس دي تتهاجم، تدخلوا يا جماعه وتتكلموا وفعلا تهاجموهم لانهم يستاهلوا، لانه يستاهلوا. الماتش النهارده ما كانش محتاج اكتر من رجوله، ما كانش محتاج فنيات اكتر من محتاج لعيبه فعلا رجاله، لعيبه رجاله زي كده. بيرسي تاو النهارده كان هو ارجل ما في الملعب بصراحه، ارجل ما في الملعب سواء على الدكه كجهاز فني او لاعبين. يعني انا مش عارفه افهم، يعني انا لا مش عارفه. ايمن اشرف اسوأ من مين في الملعب عشان تستبعده؟ علي معلول تعبان جدا، ايمن اشرف بيقوم بالدور ده جدا. اللاعب الشاب اشرف صغير ما ينفعش تدفع بيه، لسه قدامه كتير قوي عشان ما تقضيش عليه، لكن ايمن اشرف يقدر يقوم بالدور ده. ما تلعب ايمن اشرف يا عم، يعني ليه نحط على لاعب معين بعينه؟ يعني ليه؟ يعني انا معلول نفس اخطاء سان داونز الماتش اللي فات برضو بتاع الخمسه، هي بتكررها يا معلول، بتترقص من على الهوا. يعني ازاي يا معلول لعيب كبير زيك ترقص على الهوا؟ انا مش عارفه افهم. الشناوي طبعا ما شاء الله، دي الاخطاء بقى الفرديه، مش هتكلم كمان ده الاخطاء المدرب ما شاء الله يعني بالكومه، اخطاء الفرديه. الشناوي زيه زينا. عبد المنعم بصراحه انا برضه اقول الحقيقه، عبد المنعم لعيب كويس جدا جدا ولاعيب كبير جدا، بس مشكله عبد المنعم انه ما عندوش ثقه في الفرقه النهارده. يعني النهارده الفرقه كلها وقع، المنظومه فهو وقع معاها. يعني تحس ان هو بيحاول يخرج الكوره، يعني هو بيحاول بس خلاص انتوا كلكم واقعين فوقعتوا الريتم كله معاكم. طاهر النهارده ضياع بمعنى كلمه ضياع. ياسر ابراهيم ما شاء الله ما تتكلمش بقى علشان خلاص يعني. انا مش عارفه شريف الى حد ما كان متحرك النهارده، لكن كل اللعيبه انا مش عارفه اقول لكم ايه. يعني الحقيقه انا مش عارفه اقول ايه. قندوسي كان انا شايفاه برده ما كانش هو اللي ممكن يخرج، يعني هو قفشه نزل حرك الفرقه شويه مش عارفه ايه، لكن انت النهارده عبد القادر شويه شد الفرقه، لكن انت النهارده يعني هو كان قندوسي اسوأ من فتحي ومن من حمدي فتحي ومن ديانج خالص. ديانج يطلع، ديانج ما ينزلش مش يطلع. ايه مشكلتك انك تغير يا كولر في الشوط الاولاني؟ حرام، انت ماضي في العقد انك ما تغيرش في الشوط الاولاني. لعيب مش كويس يا عم ما تخرجه، احنا ليه نقعد مستنيين؟ ايه فكره ان احنا نغير في الدقيقه 65 ولا الدقيقه 70 ولا نزل لاعب في الدقيقه 80 اقول له النبي غير لي المباراه؟ هيغيرها لي ازاي؟ هو مش هيقدر يغيرها لي حضرتك، هو مش هيقدر يعمل ده. اداره النادي الاهلي، ما هو السكوت ده مع اللعيبه كارثه. خلاص بقى مفيش دلع. يعني في حاجه اسمها اللاعب اللي هينزل اي حاجه على التواصل الاجتماعي، اي حاجه بقى فيسبوك تويتر ماسنجر في اي حته ما يخصنيش هو هينزلها فين، ممنوع منع تام. اي المستحقات لازم تتوقف، غرامات بالملايين. زي ما بديك بالملايين هخصم منك بالملايين، ده اللي انا اعرفه. لكن ما مش كده هي اصلا. اداره النادي الاهلي لازم العين الحمراء تبان شويه للاعبين وللمدرب. لازم بصوا يا جماعه بس عشان ما نقعدش نحكي كتير، انا شايفه ان القصه حلها في كذا، يعني في كذا نقطه. مدرب مصري فاهم، عندك اكتر من مدرب مصري ممكن يبقى فاهم، ممكن يبقى مكان سامي قمصان، عندك محمد يوسف، عندك احمد سامي، عندك علاء ميهوب، وكلهم مش هيمنعوا. لازم حد مكان سامي قمصان يا جماعه، مع احترامي لسامي قمصان. الشناوي لازم يرتاح شويه، ديانج ينزل يلعب منفرد. انذار شديد اللهجه من الاداره للاعبين وللجهاز الفني، لازم الكل يفوق، لازم واقفه. انسوا افريقيا يا جماعه، الهلال مش هيتغلب من سان داونز. انتوا لعيبه، انتوا مش مكسوفين على دمكم؟ عيب، اخجلوا. يعني ايه سان داونز وانتوا ابطال افريقيا ونادي، انتوا نادي القرن وانتوا مش عارفه ايه، واخدين البطوله 10 مرات، يجي فريق واخد البطوله مره واحده يكسبك مرتين 5. ده ما عملهاش مع القطن يا عم وما عملهاش مع الهلال. انتوا ازاي كده؟ انتوا مش مكسوفين؟ انتوا لعيبه لازم تخجل، لازم تتكسف، لعيبه تحطوا وشكم في الارض قدام جمهوركم، انتوا ما تنطقوش اصلا. انتوا مش مسموح لكم تتكلموا ولا تنطقوا، ولا مسموح لاي لاعب في النادي الاهلي انه يكح اصلا مع الجمهور. انت تسكت خالص، انت وهو انتوا تسمعوا الكلام وتتحملوا اللي هتسمعوه من الجمهور، حتى لو كان اهانه وحتى لو كان تطاول، انتوا تستاهلوا تتحملوه. لازم تتحملوا، والاداره لازم تتحمل هجوم الجمهور، والجهاز الفني يتحمل. اتحملوا انكم انتوا اللي عملتوا في نفسكم كده. انتم بسببكم جمهور الاهلي بقى النهارده هيبات حزين كله. انتوا ازاي
تخلوا جمهوركم متضايق وخجلان ومكسوف من فرقه زيكم. عيب، عيب والله. يعني انا مش عارف. طيب يعني لعيبه انا مش عارفه، والله العظيم ما عارفه اقول لكم ايه، انا مش قادره اتخيلكم بصراحه. طيب سافيو فين؟ اطلعوا يا اداره النادي الاهلي، قلنا الدولارات الملايين اللي خدها سافيو دي يعني راحت فين؟ ما تطلع حضرتك قول لا ده لعيب مش كويس، لعيب خان، لعيب عمل سوى لا، او يبقى اشترك في المباراه. انا بدفع للعيب ده فلوس، ما ولا تشتركوا في المباريات لا تطلع تقول لنا ما بتشتركوش ليه؟ انك مش من حقك نهائي انك تاخد قرارك مع نفسك كده وتلاعب تجيب لاعب بملايين وتروح حضرتك رميه. كلكم النهارده في قفص الاتهام، كلكم اداره، لاعبين، جهاز فني، كلكم وتستاهلوا اللي هيتعملوا فيكم الجمهور النهارده. تستاهلوا النهارده كلام من جمهوركم، تستاهلوا تريقه من الفرق التانية. للاسف انتوا ولا هيهمكم، انتوا هتقعدوا في الاوتيل شويه، هتزعلوا النهارده، من بكره عادي جدا ولا في دم اصلا. يعني الماتش الجاي انا متاكده طبعا ان الهلال وسان داونز الهلال هيكسب. تامروا بقى ما تامروش، والله انت اللي عملت في نفسك كده، اشرب، مش انت اللي عملت في روحك كده. انت امروا عليك، ما حدش امر عليك على فكره. هو انت لما تخسر من الهلال وتخسر النهارده من سان داونز تتعادل معاه، ده يبقى تامر منك انت مش من حد تاني. بص جمهور النادي الاهلي مش هيقبل منكم اي اخفاقات تاني الفتره اللي جايه بقى، لا تبقوا رجاله لا تطلعوا كلكم بره النادي الاهلي، كلكم بمعنى كلكم بدايه من كبيركم للصغير اللي فيكم، لان الاهلي كبير بيكم ومن غيركم، وهيفضل الاهلي فوق الجميع، فوق لعيبته وفوق ادارته، هيفضل فوقكم جميعا. احنا الاهلي، انتوا لعيبه النادي الاهلي بتمثلوا مين؟